أهلا بيكم، أنا منى الكردي وانتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست أصوات. في أصوات كتيرة جدا حوالينا اتعلقنا بيها وحبيناها وبنحبها، وكل واحد فينا عنده صوت معين بيحبه أكتر من حاجات كتير في الدنيا. والحلقة النهاردة هتكون عبارة عن أصوات كتير من تعليقاتكم والردود اللي اتبعتت لي بالأصوات اللي انتوا بتحبوها. واحد من الردود اللي اتبعتت لي كان بيقول: أنا في أصوات كتير لما بسمعها بحس إنها بتطبطب عليا وبتنسيني همومي، لكن الصوت اللي فعلا ببقى عايزه يفضل موجود حواليا هو صوت ابني. بحب صوته لما بيضحك وأنا بلعب معاه، وبحب صوته لما يحاول يتكلم وينطق الحروف ملخبطة، وأول مرة قال فيها كلمة بابا أنا كنت طاير من الفرح. بحب ضحكته وطريقته في محاولة لفت انتباهي علشان ألعب معاه، ولو هتسألوني ايه أكتر حاجة بتمناها فهي إني مشبعش من صوته ويفضل دايما بخير. بحب صوت ماما وهي عمالة تدعيلي بعد صلاة الفجر وما تعرفش إن أنا سامعها، وبتدعي بالظبط باللي أنا محتاجه. دعواتها دايما بتيجي في وقتها، مع إني نادرا لما بشيلها همي ومش بحكيلها مشاكلي كتير. صوت بابا وهو جاي يقولي يلا قومي البسي علشان اخرجك، وياخدني يفسحني ويبقى عايز يجيبلي الدنيا كلها علشان يسعدني. وصوته برضو هو بيقولي لأ علشان انا خايف عليكي. كنت بحب صوت تيتا قوي، كنت بحب اروح لها وما ببقاش عايز اروح من عندها. كنت بحب اسمعها وهي بتحكي لي حواديت، عندها حواديت كتيرة ما بتخلصش. كانت بتحبنا قوي. حب كبير، فرحة وخير واحساس بالامان، بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان، بيت جدتي الكبير. صوت كمان اتبعتلي بيقول أكتر صوت بحبه هو صوت صحابي لما نفضل شهر نرتب لخروجة وأخيرا نخرج. ضحكنا ولهفتنا ان احنا نشوف بعض، والحكايات اللي بنحوشها علشان نحكيها لبعض يوميها. بروح وأنا مبسوط لأني محظوظ بيهم وبلمتنا سوا، حتى لو كل فين وفين. في الرحلة في الطريق صعب نقابل صديق، حب بحق وحقيقي إحساس ياخدك معاه. أصحاب أنا وإنت ولا فاكرين الماضي ولا ناسيين كل اللي بينا ولا طبع الحياة. أصحاب أنا وإنت ولا فاكرين الماضي ولا ناسيين كل اللي بينا. صوت الراديو الصبح وأنا بفطر في البيت وهو بيقولي: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. صوت زي صوت نسمة هوا الربيع في جنينة مليانة زرع، النسمة اللي بتاخد معاها نفس عميق، تحس ان قد ايه الدنيا مليانة حاجات حلوة حوالينا محتاجين ناخد بالنا منها. وصوت ورق الشجر الناشف في الخريف لما بتدوس عليه وانت ماشي، وصوت البحر لما بتقعد على الشط وتسرح معاه وما بتبقاش عايز تروح. صوت رنة التليفون من حد بتحبه، الصوت اللي قلبك بيفز من فرحته بيه وبيبقى عايز يسبقك ويرد هو.
كل ده كان ليه لما شفت عينيه. واحد من الردود اللي جاتلي كانت عن استفهام عبد الوهاب في أغنية كل ده كان ليه، وقال طب ما أنا كنت قاعد في حالي، طيب ليه بقى؟ كل ده كان ليه لما شفت عينيك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك. كل ده كان ليه كان ليه ليه. وبين التعليقات دي كان في تعليقات كوميدية وحقيقية في نفس الوقت، زي صوت ال ATM يوم المرتب ما ينزل، صوت حلة المحشي في الشتاء واحنا جعانين وبردانين ومستنيين ويستوي، صوت رغيف الحواوشي على الجريل، وصوت المية المغلية وهي بتتصب في كوباية الشاي. لكن بين كل دول ودول في صوت مهم محدش خالص جاب سيرته وما ينفعش ان انا ما اتكلمش عنه، وهو صوتك ايها المستمع الجميل. صوتك اللي بتستخدمه علشان تعبر عن نفسك، تقول رأيك وتقول لأ للي انت مش عايزه، وتاخد بيه قراراتك وتكلم بيه حبايبك وتدعي بيه ربنا سبحانه وتعالى وتحمده على كل النعم اللي حواليك. شكرا لكل واحد خد جزء من وقته علشان يسمع البودكاست ده، وشكرا لكل واحد قال رأيه وشاركني بأصوات هو بيحبها، وشكرا لكل تعليق حلو وكلمة تشجيع قلتوها لي. شكرا ليكم كلكم، دمتم دايما بخير. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف، قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف،